المهالك والمضار والحرام والمعاصي والضلال بقوتك يا شديد المحال، يا كبير يا متعال. لا تهلكنا يا ربنا بذنوبنا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحم أطفال الرضع ومشايخ رتع ومشايخ ركع وبهائم رتع. يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا. اللهم الطف ببلادنا، اللهم الطف بمصر واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي بلادنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي مصر والإسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا فضيلة الشيخ، يعني النهارده كان في مقالة للأستاذ عباس الطرابيلي بيناشد فيها الشيوخ باستخدام ميكروفونات المساجد لتهدئة هذه الأوضاع في ميدان التحرير. نحن مستعدون استخدامها بالدعاء، نحن مستعدون، استخدامها بمناشدة هؤلاء الشباب، استخدامها بقراءة القرآن الكريم حتى تهدأ الأوضاع. قد تهدأ الأوضاع حينما يذكر القرآن الكريم. لماذا لا تبادرون بهذه الخطوة؟ نحن مستعدون وعلماؤنا مستعدون لذلك، وعلى الجيش والشرطة معا أن يرتبوا لذلك، ونحن مستعدون. طيب. لأن ربما يكون يا فضيلة الشيخ دي مساجد، يعني بتصور ان حضرتك يعني ممكن انك تنسق ده استخدام الميكروفونات من داخل المساجد حتى لقراءة القرآن، لتلاوة القرآن فقط حتى. إن شاء الله مستعدون لذلك إن شاء الله يا أختي، ربنا يفرج الهم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. محمد جبير، ربنا يتقبل.